السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. معانا فيديو جميل جدا النهاردة، بقى فيديو الليمون المعصفر. معانا كمان هريسة الشطة. احنا في موسم الشطة والليمون يا جماعة، لازم نعمل الحاجات دي قبل ما تخلص عشان تخزنها رمضان او تبقى موجودة عندك في شقتك. لازم يبقى عندك هريسة الشطة موجودة في التلاجة، ما تستغنيش عنها. البطرمان دلوقتي غالي جدا، واحنا في ايدينا ان احنا نعمله بكل سهولة. ده الليمون المعصفر بطريقة سهلة وبطريقة سريعة، بطريقة بسيطة جدا. دي بطريقة أجدادنا، تاكلي أحلى ليمون معصفر من غير ما يكون زاعت، من غير ما يكون بيشد. معانا الشطة التحفة الجميلة اللي انت شايفاها. يلا نسمي بالله وبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا الجميل. معانا هنا بقى شطة جايبينها فريش زي ما انت شايفه كده، مسكناها غسلناها ونشفناها. اهم حاجه تغسليها وتنشفيها، ما تبقاش مبلوله من الميه. تجيبيها كده من السوق وتغسليها وتنشفيها في المصفى بتاعتنا، يعني تصفيها لحد ما تحسي ان هي جفت خالص من الميه. تبتدي ان انت تقطعيها، ما بتفتحهاش خالص، بتشيلي العنق الاخضر اللي ورا ده بس، وتنزليها في الكبه او الخلاط بتاعك. ما تضربيش بالملح علشان يكون سريع، واضربي كل الحبات اللي انت شايفاها دي، وبعدين نزليها في البولة بتاعتك ونزلي عليها الملح. تابع معايا الفيديو للاخر. يلا لايك وشير للفيديو كده علشان تدعمي الفيديو. واللي اول مرة يشوفنا يا ريت ينورنا باشتراكه في القناة. هنا بقى هنعمل الفلفل بتاعنا او الشطة التحفة بتاعتنا اللي احنا جايبينها ديت. لازم تكون بجودة حلوة علشان ما تبص منك. هقولك بتحفظيها ازاي، وازاي تعبيها، وازاي تخزنيها، وازاي تحافظي عليها تقعد معاكي سنة كاملة ما تبصي معاكي. اهم حاجة تجيبي الفلفل بتاعك او الشطة بتاعتك يعني. طب لو انت عايزة تخلطي ما بين البارد والحراق، ممكن تجيبي فلفل حلو احمر مع الشطة الحامية دي، تخلطيهم مع بعض، هيدي مع بعض تيست حلو، وفي نفس الوقت مش هتبقى حراقة. هنضرب في الكبة اللي انت شايفاها دي كده، او في شفشق الخلاط عادي المتاح عندك، اعملي بيه، توقفيش نفسك على حاجه. حبيت ابدا معاكم الفيديو بس بهريسه الشطه، علشان هريسه الشطه دي هتبقى جزء من تخليل الليمون بتاعنا النهارده. كمان هريسه الشطه مهمه جدا في البيت، وما بنستغناش عنها في اي حاجه، فلازما كنت اعملها معاكم علشان اللي مش عارفها يعرفها، وتبقى موجودة عندك مخزناها وما تشتريهاش تاني من بره. هنخزن كل، شوف الكمية بتاعتنا حلوة ازاي، مسكناها عملناها كلها وخلطنا عليها الملح. دول 3 كيلو من الفلفل، حطينا عليهم باكو من الملح اللي هو الكبير ده، اللي هو الكيس عندنا ب5 جنيه. حطيته كله على 3 كيلو فلفل. كل ما تكتري الملح معاكي، كل ما تحافظي على الهريسة بتاعتك وتطلع بجودة كويسة. حط عليها توم، لا ما تحطيش عليها توم، خلي الهريسة بتاعتك كده من غير توم وعبيها في البطرمانات. اما تيجي تعملي سمك او تعملي حاجة، بتاخدي المعلقة بتاعتك وبتضيفيها على التوم، بتضيفيها على مكونات السمك وتخلطيها علشان تبقى متاحة معاكي تستخدميها في اي حاجة وما تبصي معاكي. هنا هنعبي بقى البطرمانات ديت مغسوله كويس ومتجففه كويس، هنعبي فيها الكميه اللي احنا عاملينها ديت. ولسه هنقفل البطرمانات بتاعتنا واوريك طريقه الحفظ ازاي. لايك وشير للفيديو بقى علشان تعلي الفيديو معايا. ولو انت شايفه ان الفيديو مستحق لايكات منك، اعملي لايكات كتير للفيديو وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، كل الناس تستفيد. حطينا هنا زيت على وش البطرمانات كده. هتحفظيه ازاي يا كوكا؟ هنحطه في باب التلاجة، اوعي تحطيه في الفريزر، لو دخلتيه الفريزر بيبوظ. ده الليمون بتاعنا. هنعمل بقى الليمون المعصفر ازاي؟ هنجيب الليمون هنشققه كده، بس بعد ما نغسله كويس قوي، مش لازم ينشف، لا مش لازم ينشف. هتجيبي الليمون تغسليه وتمسكيه تشققيه، هيكون معاكي ميه مغليه، هنروح منزلين فيها. تشقيه بقى 4/4، تشقي الليمونه نصين زي ما انت عايزه، زي ما انت حابه. بس انا ما بحبش اسوي الليمون قوي علشان يفضل فتره كبيره معايا. لو سويت الليمون قوي في الميه وهو بيغلي هيستوي معاكي بسرعه ومش هيعيش معاكي. لو انت عايزه تخليه فتره او تخزنيه لرمضان، شوفي احنا هنعمله ازاي في الميه المغليه. هتشققي الليمون بالشكل اللي انت شايفاه ده، سواء نص او 3/4، انا عملته الاتنين. هتجيبي بقى ميه مغليه، هتسقطي فيها الليمون. الميه تكون بتغلي، هتسقطي فيها الليمون، هتستني من 5 ل10 دقايق بالظبط، وتروحي قافله على الليمون في قلب الميه. ما تخليش الليمون يغلي بيه ولا تسويه على النار.
مجرد بس ما الميه بتغلي هتنزلي فيها الليمون زي ما انت شايفه، هتسيبيه من 5 ل10 دقايق بالظبط، هتروحي قافله عليه الليمون. ممكن تبيتيه في الميه بتاعته كمان وتصبحي الصبح تخلليه، بيبقى متماسك معاكي ويقدر يعيش معاكي لمدة سنة كاملة في قلب البطرمان اللي انتي بتخليلي فيه. ايه بقى الخلطة دي يا كوكي؟ احنا معانا هنا عصفر بنجيبه من عند العطارين، معانا ملح، معانا حبة البركة. متحاوليش ان انتي تكتري حبة البركة لان بتخلي الليمونة معاكي غامقة شوية، لكن لو حطيتي حبة حلوين يعني متوسطة، يعني مثلا 3 كيلو من الليمون، حط لهم معلقتين من حبة البركة، والعصفر حطي زي ما انت عايزة، والملح، واحشي في قلب الليمونة بتاعتك كده في الجزيئات اللي احنا فتحناها في اول الفيديو زي ما انت شفتي، ورصي القاع بتاع البطرمان بتاعك كويس. كل ما ترصي البطرمان بتاعك كويس كل ما يدي معاكي نتيجة حلوة قوي في تخليل الليمون. الفلفل الاحمر ده هنحطه في قلب الليمون وهو بيتخلل، هنحطه صحيح كده مش هنقطعه لان الفلفل ده حامي، لو فتحتيه هيدي حرقية جامدة قوي لليمون. فاللي حابب ياكله بقى مع الليمون كده زي الشطة المخللة هنحطه في وسط الليمون وتقدميه معاه. هترصي البطرمان بالشكل اللي انت شايفاه كده، ترصيه رص زي ما تكون بترصي محشي، هتحطي في كل بقى طبقتين كده من الرصة حبات من الفلفل الأحمر ده. هنخلص كل البطرمان ده، عبينا البطرمان وهنعبي بطرمان تاني اهوت زي ما انت شايفة، وبعد كده هنعمل المحلول بتاع الليمون. يلا لايك وشير للفيديو بقى، وعلي الفيديو كده باللايكات بتاعتكم، انا محتاجة دعمكم جامد، محتاجة ان انتوا تقفوا جنبي. كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا بقى موسم الليمون، ما تفوتيش عليك الفرصة لان الليمون بيغلى. وما تنسيش ان انت تخزني الليمون في الفريزر لان الليمون بيعدي سعره جامد قوي، هو دلوقتي موسمه واسعاره مناسبة على قد الايد لكل الناس، تقدر ان انت تخزنيه وتحطيه في الفريزر. نبقى نعمل فيديو ازاي نخزن الليمون في الفريزر منك ويطلع بجودة كويسة جدا. هنخلص كل حبات المخلل بتاعنا كده، هنعمل ازاي بقى محلول الليمون بتاعنا. المية اللي احنا غلينا فيها الليمون مش هنرميها، اوعي ترمي مية غليان الليمون لان هي دي اللي هتخلي الليمون وتخلي التست بتاعه عالي. دي هرسة الشطة بقينا منها حبة قبل ما نعبيها في البطرمانات، وجبنا ملح كده وزودناها وحطينا في قلب المية بتاعة تخليل الليمون. لما تدوقي الحدق بتاع المية ديت لازم تكون تحسي ان هو عالي، الملح بتاعه عالي، يعني ان انتي ما تقدريش ان انتي تدوقيه، مش يبقى ملحه مظبوط، لا يبقى ملحه عالي. لما تدوق المية دي بتبقى ملحها عالي علشان ده ليمون، والليمون بيبقى زوعت، واحنا عايزين الليمون يبقى حدقه مظبوط، وما نقدرش ان احنا نفتح عليه الا بعد فترة لما يخش على السوا، لانك لما بتدخلي فيه الهواء بيبتدي ان هو بيعفن من على الوش. انا عايزة الليمون بتاعي لحد ما اجي افتحه يبقى طازة وفريش وما احسش انه فيه عفن على الوش خالص. يبقى بظبط الملح بتاعي من اول مرة وبقفل بطرماناتي كويس بعد ما احط الزيت طبعا واقفل البطرمانات. انا بظبط كده الملح وازود على قد البطرمان، بسيب حاجة بسيطة جدا كده علشان لو المخلل لما بيستوي بيفور حاجة بسيطة معايا، الليمون بيفور حاجة بسيطة، اما الزيتون بيفور قوي فبتسيبي مساحة كبيرة فيه. خلصنا كده الكمية وحطينا زيت على الوش، هنجيب اكياس بقى ونحطها على وش المخلل ده ونقفل ونحكم جدا البطرمان. كل ما تحكمي البطرمان بتاعك بالغلق وما يخشلوش هوا يستوي معاكي وتاكلي احلى ليمون. طبعا انا ما استنيش لما يستوي عشان اوريهولكم، انا حبيت اوريكم المخلل من اول خطوه بخطوه. ده كان هريس الشطه معانا، وده كان الفيديو بتاعنا تخليل الليمون المعصفر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.